البلد اللي بيحب مصر بينتقدها بعجل، مش بشتيمة. كل ما الرئيس يتكلم، اللي بيحب فلسطين بجد مش يحرض على جيش بلده يدخلوا حرب ويعرض شبابنا للموت علشان لقطة على السوشيال ميديا. مصر من أول يوم فتحت ممرات مساعدات، استقبلت جرحى، بنت مستشفيات مديانية وحافظت على حدودها، وفي نفس الوقت كانت بتسعى لوقف الحرب بالعقل وبالدبلوماسية. يعني عملت اللي محدش قدر يعمله من غير نقطة دم واحدة. طب اللي كانوا بيزعقوا نقاتل لأجل غزة فينهم دلوقتي؟ ولا واحد فيهم طلع يتبرع بجنيه، ولا حتى شارك في حملة دعم حقيقية. كله كلام على الفيس وتويتات وفي الهوا، لكن لما جه الجد سكتوا. وللأسوأ طلعوا يشككوا ويتريقوا. النهاردة الخليج نفسه اللي كان بيدفع مليارات قالها صريحة: احنا مش هندفع. وكل بلد بدأت تبص لمصلحتها، ومصر هي اللي لسه واقفة بتقول هنبني غزة بس بعقل وكرامة. ومع كده في ناس مش عاجبها برضو. ليه؟ لأنهم ببساطة مش عايزين خير لمصر ولا لغزة، ولا فارق معاهم مصر ولا غزة. بالمناسبة الناس دي مش وطنيين، ودول وقود للفوضى. يا سادة، اللي بيحب غزة مش لازم يشتم مصر. اللي قلبه على فلسطين ما يشتمش في بلدنا. مصر عمرها ما كانت ضد غزة. مصر اللي بتدفع ثمن كل أزمة في المنطقة، بس بتدافع بعقل مش باندفاع. هو احنا كنا عايزين ايه؟ نفرح لو دخلنا حرب ونضحي بأولادنا، ولا نحزن لما نحافظ على جيشنا ودمنا؟